امبراطورية جنكيز خان 4 امثال مساحة الامبراطورية الرومانية الشرقية اللي هي البيزنطة. خد بالك بقى المغول كلهم على بعضهم كامبراطورية ما استمروش اكتر من 100 سنة. تعال خش على امبراطورية هتلر مثلا الآري اللي هو كان تسبب في قتل فوق 50 مليون بني ادم في الحروب في يعني لحلم اهوج طائش فاشل دفع ثمنه فوق 50 مليون نفس. ما استمرش 6 سنوات الامبراطوريه بتاعته اللي هو كان بيفكر فيها او بيحلم بيها، امبراطوريه الشر، امبراطوريه لا يعني على ذكر الفتوحات والامبراطوريات، يعني دعني اتكلم او اقاطعك واعتذر عن المقاطعه. ان هذه الفتوحات التي شهدناها في التاريخ كانت كلها فتوحات استعماريه ابتذاليه استغلاليه، كانت تهدف دائما الى سرقه موارد الشعوب والاستيلاء عليها واستعبادها وهكذا. لكن الفتوح الاسلاميه كانت فتوح اخلاقيه، كانت يعني تبحث عن عقل الانسان وتطلق له حرية الاعتقاد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكان الإنسان يعني يكرم في هذه الإمبراطوريات الإسلامية التي ربما فتحت من يعني حتى يعني وصلت هذه الفتوحات إلى الأندلس. يعني انظر الى رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة التسامح، رسالة التعارف على الاخر، رسالة طلب العلم حتى لو كان في مكان بعيد جدا. انظر الى رسالة الاسلام واول كلمة يبعثها الله سبحانه وتعالى اقرأ في القرآن العظيم. كل هذه الاشياء كانت بتواجه، ولذلك لما انا بقول لك تعالى شوف مثلا الحملات الفرنجة اللي هي الحملات الصليبية، كيف يكون هدف العسكرية تقتيل كل هؤلاء. يعني ما ينفعش ان انت تعمل كده. وبالتالي في دول يعني زي الاندلس مثلا عندما خرج منها المسلمين، هناك مؤرخ يقول انهم قد طالبوا بعودة المسلمين الى اسبانيا، لان التعامل مثلا مع اليهود في اسبانيا كان ايام المسلمين احسن تعامل. اول ما المسلمين طلعوا اليهود شافوا ايام سودة في الاندلس بعد كده. وبعد كده تعالى بقى اتفرج مثلا على السيدات والنساء في دولة الاسلام من العالمات. يعني يجب علينا ان نتعرف جميعا على فاطمة الفهري. فاطمة الفهري هي التي بنت المسجد في فاز واطلق عليه القرويين، وده اللي بعد كده تطور الى اول جامعة في التاريخ. اول جامعة كما نعلمها، كما نعلم فكرة الجامعة صاحبتها كانت فاطمة الفهري سيدة. والجامعة دي بالمناسبة لغاية دلوقتي بتعمل في منطقة فاز بالمغرب العظيم. تعال اعرفك على مريم العجلية الاسترلابية. والاسترلاب هذا هو جهاز معقد جدا عشان تعمله ده انت لازم تبقى عبقري، لانه بيوري الاتجاهات وبيوري تروح فين وتيجي منين والاوقات والازمنة وتحركات الفلك وتحركات الكواكب. كل ده عملته مريم العجلية اللي تابعت عمل والدها في صناعة الاسترلاب واصبحت هي من العالمات المشهورين. عندنا ستيتة المحملي وهي عالمة في الرياضيات من بغداد، توفيت عندك ست الشام اللي هي اخت صلاح الدين الايوبي اللي هي كانت مشيرة وكريمة وكذا. ثم يفاجئنا المؤرخ الرهيب ابن ابي اصيبعة طبعا اللي كتب الكتاب الشهير بتاع الدكاترة في تاريخ الطب، يعني اسمه عيون الانباء في طبقات الاطباء. بيفاجئنا بان في اواخر عهد الامويين في طبيبة مسلمة اسمها زينب، وديت كانت طبيبة بني اود. كان في ناس اسمهم بني اود، ودي كانت الطبيبة بتاعتهم. قال عليها حاجة اغرب من الخيال. بيقول عليها ايه؟ بيشرح. وعلى فكرة ابن ابي صيبعة ده المؤرخ الاشهر في علم الطب الاسلامي والطب العالمي والطب. يعني جايب الاطباء في مصر وجايب الاطباء في اليونان وجايب الاطباء في الرومان وجايب سيرة كل جالينوس والشلة الحلوة دي، وثم جاب برضو فبيقول ايه بقى على الطبيبة زينب، الدكتورة زينب بقى بيقول ايه عليها؟ بيقول كانت عارفة بالاعمال الطبية، خبيرة بالعلاج والمداواة لآلام العين، ومشهورة بذلك. يعني ايه بقى مشهورة بين العرب؟ يعني الدكتورة زينب لم تكن فقط طبيبة معروفة عند بني اود بس، دي كانت معروفة في كل العرب، بين كل العرب. وده شيء طبعا ده انت ما كانش لا فيه فيسبوك ولا فضائيات فكون ان اسم زي ده لطبيبة مسلمة
في اواخر عهد الامويين يكون لها هذه الشهرة وتكون مداوية لآلام العين. يعني انت بتتكلم على تخصص كمان ده يجعل من السيدات في دولة الاسلام حاجة جميلة. واخيرا رسالة بقى، رسالة حب ورسالة تسامح ورسالة معرفة من مثل جميل كلما وقعت دولة الاسلام ودولة المسلمين في مشكلة نتذكره دائما، وهو السلطان الناصر ابي المظفر يوسف ابن نجم الدين ايوب اللي هو صلاح الدين الايوبي. هننهي بيه ليه؟ لان دي رسالة ومن التاريخ ومن بهاء الدين بن شداد اللي هو كاتب يوميات صلاح الدين الايوبي. هذه الرسالة الى كل المديرين والى كل من ترأس منظمة او ترأس مثلا وزارة او بلد او اصبح ملك او رئيس لمجتمع. الرسالة دي بعتها لنا بهاء الدين بن شداد. بيقول ايه على صلاح الدين الايوبي اللي هو اسمه الاول يوسف؟ بيقول توفي، انت عارف هو توفي حوالي 57 عاما من عمره، يعني مات وهو عنده حوالي 57 سنة. تمام. ثروته كل ثروته كانت 47 درهم ناصر ودينار جرم واحد ذهب سوري، يعني دينار ذهب و47 درهم. لم يترك ملك، يعني ما سابش ملك ولا دار ولا عقارا ولا بستانا ولا قرية ولا مزرعة ولا شيء من انواع الاملاك. مين اللي بيقول؟ بهاء الدين بن شداد في كتابه النوادر السلطانية ومحاسن اليوسفية. مين بهاء الدين بن شداد؟ ده كان قاضي عسكر اللي كان قاعد جنب صلاح الدين الايوبي في حياته وفي معاركه وفي كل انتصاراته. ويقول عماد الكاتب لا ده مش كده، ده دينار واحد ذهب و36 درهم يعني ارخص. سلطان العرب يموت وفي ارثه دينار و6 درهم. يا ايها الحكام، يا ايها الرؤساء، يا ايها الاغنياء، شوفوا الراجل اللي لغاية دلوقتي ذاكرته عطرة مات وتوفي ولم يكن المال ولا الملك ولا العقار هو، ولكنه قاد أمة الإسلام يعني إلى هذا هكذا كان حال هؤلاء الحكام وهؤلاء القادة. كانوا يتركون الدنيا وجيوبهم خاوية من مالها، لكنهم تركوا خلفهم سيرة محمودة وتركوا خلفهم علما ودينا وأخلاقا. نتمنى أن تحيا فينا هذه اللحظة التي نعيشها وأن نباهي الدنيا مرة أخرى كما نباهيها بهذه القرون التي خلت برجالها العظام. أشكرك شكرا جزيلا أنت سماع كاتب المصريات، وعلى وعد أن نتوقف في محطات تاريخية أخرى نتعرف فيها على تاريخنا وما أحدثه التاريخ فينا. شكرا جزيلا. أحسنت، ألف سلامة عليك.